رز بالجمبري كله هعمله معاكم في حله واحده، هيطلع معاكم روعه. الاول تتبيله الجمبري، بجيب عندي ليمونتين 3 معصورين، نص معلقه كمون، نص معلقه كزبره، نص معلقه فلفل اسمر، من كل حاجه نص معلقه صغيره الا الملح، يعني ربع معلقه صغيره من الملح. ناخد بالنا من تتبيله الجمبري، من اقل حاجه بيتحدق، وربع معلقه صغيره من الملح. بقلبه كده، بنزل بيه الجمبري طبعا غسله كويس ومصفياه بالدقيق وبالليمون، وبغسله كويس واسيبه يتصفى خالص. وبعد كده بنزل في التتبيله الحلوه دي، وبقلبه كده شويه، وبسيبه لمده 5 دقايق كده بالظبط. هو كده كده من اقل حاجه بيتبل، اقل وقت بنسيبه بيتبل فيه. بجيب هنا عندي حله، وبنزل فيها بحبه كده من الزيت، 4 5 معالق من الزيت. بصلايه صغيره مبشوره زي ما انتم شايفين كده، بشوحها بس كده لمده دقيقه كده في قلب الزيت. بنزل عليها بفلفل احمر، كنت حطاه في الفريزر ده مخزناه. تمام، حته كده صغيره يعني نص قرن من الفلفل الاحمر الرومي، وبشوحهم كده مع بعض كده كويس، يعني بس تطلع ريحه البصل، يعني مده دقيقتين 3 بالظبط تطلع ريحته. بنزل بالجمبري. تمام، بقلب بقى الجمبري مع البصل والفلفل الاحمر ده، بشوحهم كده مع بعض. اهم حاجه الجمبري يا جماعه ما بياخدش سوا خالص، هناخد بالنا من النقطه دي، عشان لو خد سوا زياده هتلاقوه ناشف معاكم كده في الاكل. تمام، بشوحه بس تشويحه بس كده. وبكون محضره الرز بتاعي، رز مصري عادي، كوبايتين ونص من الرز المصري، وبكون غسلاه ومصفياه، وبنزل كده بيه على الجمبري، وبشوحهم كلهم مع بعض. هنا عندي معلقه كبيره من صلصه المعلبات، نص معلقه صغيره من الملح، كاري، بابريكا، فلفل اسمر، من كل حاجه نص معلقه صغيره زي ما انتم شايفين كده. دي البهارات دي يا جماعه، الخلطه دي زي بتاعه المطاعم بالظبط، طعمها هيطلع روعه. اشوحهم كده مع بعض بالبهارات، معلقه الصلصه، بكون طبعا محضره الميه المغليه. يا دوبك هنغطي الرز بالظبط، مش هنزود الميه عشان يطلع معانا مفلفل وحلو. ادي كده يا دوبك غطيت الرز كده بالظبط زي ما انتم شايفين كده، بالظبط اقل من ربع ساعه. اول ما يغلي بنوطي عليه خالص، ونسيبه كده 5 دقايق. بعد كده بنغرفه بالشكل القمر ده. بص الرز مع الجمبري حطاه كده فوق، طعم الرز اصلا لوحده حكايه ما شاء الله. دي وصفه سهله وسريعه للي بيحب الجمبري بالرز، مفيش احلى ولا اسهل من كده. لو الوصفه بقى عجبتكم، لايك وشير واشتراك في القناه.